هعمل بقى معاكم هنا التركه اللي انا قلت لكم عليها في الاول، اللي بتخلي الكبده بتوديها في حته تانية خالص. انا هجيب طاسه احط فيها شويه زيت صغيرين، واحمر فيها فصين توم مع شويه ملح وشويه كزبره لحد لما ياخدوا اللون الذهبي كده، وانزل عليهم بشويه خل، حاجه كده زي فتة الخل والثوم بتاعه الفته لو تعرفوها. فتة الثوم اللي احنا بنعمله لفتة الخل والثوم. انا عندي هنا خلاص الكبده خلصتها، وعندي اللي هي الخل والثوم. هجيب بقى صينيه تانية كده احط عليها كبده، برش الاول كده شويه خضار بقدونس على شبت، وارص الكبده عليها، وارش بقى رشه خفيفه كده من الثوم على الخل على الكزبره على الملح اللي عملتهم معاكم. طبقات كده، طبقات كبده وطبقات من الدقه ديت. انا شفتها في مطعم بصراحه عجبتني قوي، فحبيت ان انا اعملها في البيت، بس بصراحه بتودي الكبده في حته تانية خالص، بتخلي طعمها جميل قوي. وعلى الوش كده شويه زواق كده بالخضره الشبت والبقدونس، وادي السلطه الدقه اللي قلت لكم عليها اللي احنا عملناها مع بعض.